بيبدأ الفيلم مع ريد وهو في السجن وبيقضي فترة عقوبته، وبنعرف إنه مسجون بقاله 2 بسبب إنه سرق بنك، وطول الوقت ده بتكون مراته مفهمة بنتهم الصغيرة إن أبوها مسافر عشان بيشتغل ومخبية عنها إنه مسجون. وفي يوم محظوظ بيخرج ريد من السجن عشان يرجع لبيته وأسرته، وساعتها بيحس بالحرية بعد ما قضى 730 يوم في السجن. وأول ما بيخرج مراته كلوي بتستقبله وبتكون مبسوطة جدا إنه هيرجع يعيش معاهم تاني. وفي الوقت ده بيوصل راجل فرنسي اسمه لوك شالتيل لمطار الولايات المتحدة، ولما الضابط بيسأله عن الهدف من وجوده في البلد عرفه إنه موجود علشان الشغل. وبيشوف الضابط البيانات بتاعته وبيعرف إنه كان على قائمة الممنوع من السفر بقاله فترة، لكن دلوقتي اسمه مبقاش موجود فيها، وبيديله الباسبور بتاعه وبيرحب بيه في الولايات المتحدة. وبتتكلم كلوي مع ريد وبتطلب منه ما يعملش أي حاجة تكون سبب في دخوله السجن مرة تانية، وبتنصحه يفكر فيها وفي بنتهم الصغيرة ومستقبلها. وهنا ريد عرفها إنه مش بيفكر في حاجة غيرهم، وبتدخل عليهم بنتهم بياتريس وبتكون فرحانة جدا برجوع أبوها للبيت. وساعتها ريد بيلاحظ إنها كبرت لأن بقاله كتير ما شافهاش، وبيتفاجئ لما بيلاقيها بتتكلم باللغة الفرنسية ومش بتتكلم إنجليزي. فكلوي بتفهمه إنها دخلتها مدرسة فرنسية. وبتيجي لوليتا المربية بتاعت بياتريس وبترحب بريد وبرجوع للبيت، وبيتفاجئ ريد إن هي كمان بتتكلم فرنساوي مع إنها من المكسيك. وبتفهمه كلوي إن الفلوس اللي كانت معاهم يا دوب تكفيهم، وعشان كده لوليتا فضلت تشتغل عندهم مقابل إنها تعلمها اللغة الفرنسية. وبتقول له كمان إنها بتحب بياتريس وتعتبر واحدة من العيلة. وبعد ما لوك خرج من المطار بيروح جراج عربيات وبيحاول يسرق عربية من الموجودين هناك، وبيجي صاحب العربية وبيشوفه وبيزعق معاه وبيهدده إنه هيتصل بالشرطة، لكن مش بيلحق يعمل كده لأن لوك بيستخدم السكينة اللي في إيده وبيقتله بيها في ثواني. وبياخد منه مفتاح العربية وبيركبها وبيشغل أغاني وبيخرج من الجراج وبيمشي في طريقه وبيوصل عند حانة واللي بيكون صاحبها شخص اسمه جاك. وأول ما بيشوف لوك بيخاف ويترعب منه، لكن بيطمنه لوك وبيعرفه إنه مش جاي هنا علشانه. وساعتها اطمن جاك وقال له إنه افتكر إنهم بعتوه عشان يموته، لكن لوك بيقول له إن لسه ليه عمر ومش هيموت دلوقتي، وفهمه إنه جه البلد هنا علشان حاجة شخصية وإنه محتاج أسلحة. وبيروح معاه للسطح وبيشوف أنواع كتير من الأسلحة اللي هو بيتاجر فيها، وبيمسك سلاح قناص كاتم للصوت وبيقرر يجربه، وبيضرب رصاصة على راجل واقف في الشارع، لكن الرصاصة بتيجي في الإزازة اللي في إيده. وبعدها لوك بيختار الأسلحة اللي محتاجها، وبيقول لجاك إنه كمان عايز البنت اللي كان بيتكلم معاها في الحانة، ورغم إنها تبقى حبيبته لكن مش بيقدر يعترض على كلامه لأنه بيخاف منه. وفي الوقت ده بيكون ريد في البيت وبيتفرج على اللوحة اللي كلوي رسمتها، وبيقول لها إنها زي الحيطة اللي كان بيشوفها في السجن لمدة 2 وبيتمنى إن كل اللوحات دي تتباع لأنه مش هيحب يعلقها في البيت. وبتحكي له كلوي إنها كانت مضطرة تصرف كل الفلوس اللي كانوا محوشينها عشان تعليم بياتريس، وإن الوضع كان صعب عليهم من ساعة ما هو سابهم. فبيطمنها وبيقول لها إنه هيقدر يتصرف في موضوع الفلوس وهيهتم بيهم أحسن من الأول. وبيعرف منها إن ميعاد العرض بتاعها النهارده، وبيقول لها إنه لسه خارج من السجن وعايز يقعد معاه في البيت ويتفرجوا على فيلم ويقضوا وقتهم مع بعض. لكن كلوي فهمته إنها شغالة على اللوحات دي بقالها 10 شهور والعرض ده مهم جدا بالنسبة لها. وفي النهاية بيتفقوا إنهم هيتقابلوا في المعرض بالليل، وبيقعد جاك مع 2 أصدقائه وبيكونوا مستغربين منه لأنه بيتعرض للإهانة من لوك ومش بيوقفوا عند حده، وكمان سمح له يقرب من حبيبته. وكان في واحد منهم عايز يقتله، لكن جاك عرفهم إنه مش ممكن يتقتل، وقال لهم إنه شخص مجنون وخطير جدا ومفيش حد بيقدر عليه. وكمان بعد ما الشرطة قتلت أخوه من فترة وهو بقى مجنون أكتر، وبيطلب منهم يتصرفوا معاه بطريقة لطيفة ومحدش يضايقه عشان اليوم يعدي. وفي الوقت ده بتكون كلوي في المعرض وبتستعد وبتجهز اللوحات بتاعتها علشان العرض، وبيجي ديريك صاحب المعرض وبيلاحظ انها متوترة، فبيطمنها ان كل حاجة هتبقى كويسة والعرض هيبقى مثالي وهتقدر تبيع كل اللوحات بتاعتها. وبعدها بياخدها معاه لمكتبه علشان يتكلموا على انفراد، وبيعبر لها عن مشاعره ناحيتها وبيقول لها انه بيحبها وبيحاول يقرب منها ويقنعها ان يبقى في بينهم علاقة سرية، وفاهمها ان جوزها مش بيحبها وانه سابهم 2 علشان الشغل. وساعتها كلوي بتعترف بالحقيقة وبتقول له إن ريد ما كانش مسافر وإنه كان مسجون، وبتهدده إنه لو لمسها ساعتها جوزها هيأذيه. فبيسألها لو كان ريد هيقدر يقدم لها حياة كويسة ويهتم بيها هي وبنتها، وعرفها إنه سابها مرة وأكيد هيسيبها تاني، وبيفكرها بالعقد اللي هي مضيته مع المعرض، وبيهددها إنها لو ما دفعتش القرض بعد العرض ساعتها هيبقى من حقه يرفع قضية ضدها وتدخل السجن. وبتترجاه كلوي ما يعملش كده، وبتقوله انها كانت عايشة على الفلوس دي لمدة 1 لكن ديريك بيكمل تهديده وبيقول لها انها لو خرجت من الباب ده هينفذ كلامه. وساعتها كلوي بتسيبه وتمشي وبتخرج من المعرض وهي حزينة ومتضايقة بسبب اللي حصل،
وبيروح ريد يقابل صديقه ليروي في المحل، وبيفرحوا انهم شافوا بعض بعد مدة طويلة. وبنعرف ان ليروي كان شريك ريد في عملية سرقة البنك، لكن ما اتقبضش عليه علشان ريد ما اعترفش عليه. ولما ريد كان مسجون كان هو بيهتم بأسرته، وعرفه انه خسر وقت كتير من حياته بسبب وجوده، وده ما كانش سهل ابدا، لكن هو مستعد يرد له الجميل حتى لو هياخد رصاصة بداله. ولما ريد سأله هو ليه ما كانش بيزوره في السجن، عرفه انه ما كانش عايز يشوفه وهو مسجون. وفي وسط كلامهم بيدخل عليهم الضابط إرنستو، وبنعرف ان ريد تم الافراج عنه بعد ما قضى نص مدة عقوبته في السجن، ورغم انه خرج من السجن لكن هيفضل تحت المراقبة، ولو عمل حاجة غلط تاني هيرجع للسجن ويقضي فترة اطول من الاول. وبيكون الضابط إرنستو هو المسؤول عن مراقبته، وبنلاحظ انه بيتعامل معاه بعنف وقسوة، وبيفتشه عشان يشوف لو كان معاه اي سلاح او مخدرات، لكن مش بيلاقي معاه حاجة. وبيحذره انه لو عمل اي غلطة هيرجعه تاني للسجن، وبيقول له انه هيفضل يراقبه طول الوقت، وهو عارف انه مش هيقدر يعيش حياة كويسة، واكيد مش هيعمل حاجة غلط. وبعد ما بيخرج من المحل ليروي بيطلع مسدسه وبيقول لريد انه كان بيحاول يمنع نفسه انه ما يقتلوش، فريد بيقول له ما يهتمش بيه، وبيعرفه انه خسر مراته واولاده وعشان كده هو عنيف. وبعدها بيفتحوا باب سري وبينزلوا الغرفة سرية تحت الأرض وبيقعدوا فيها. وفي نفس الوقت ده بيكون لوك بيتمشى في الشارع وبيشوف عربية بتعجبه، وبيروح يهدد صاحبها بالمسدس وبينزله من العربية، وبيصوب المسدس ناحيته وبيقتله، وبعدها بيركب العربية وبيمشي بيها. وكان ليروي بيشجع ريد إنه يفتح الخزنة اللي فيها الفلوس، وبيفكروا إن عنده موهبة مميزة في فتح الخزن، لكن ريد بيكون ناسي مهارته بسبب الفترة الطويلة اللي قضاها في السجن. وبيقرر يجرب يفتح الخزنة وبيستخدم كل تركيزه، لكن مش بيقدر يفتحها وبيحس بالإحباط. وعرفوا ليروي إن ده طبيعي لأن بقاله سنتين مش بيستخدم مهارته، وبيأكد له إنه في يوم من الأيام هيقدر يفتحها. وبعدها بيستخدم مفتاح الخزنة اللي معاه وبيفتحها، وبيكون فيها شهادات استثمار بقيمة 770 ألف دولار، وكل واحد منهم بيحكي هو هيعمل إيه بالجزء بتاعه من الفلوس اللي هيقسموها بينهم بالنص. وبيعرض ليروي على ريد انهم يروحوا الحانة، لكن ريد بيقول له انه لازم يروح المعرض بتاع كلوي، وبيطلب منه يروح معاه. وفي البداية ليروي بيرفض لانه مش بيحب المكان ده، لكن ريد بيقول له انه مش عاوز يبقى هناك لوحده، فبيوافق يروح معاه. وفي نفس الوقت بتكون كلوي في البيت وبتستعد عشان تروح المعرض، وبتقعد تتكلم مع بنتها بياتريس وبتطمنها ان كل حاجة هتبقى كويسة وحياتهم هتبقى افضل. وبعدها بتروح للمعرض وبيبدأ العرض، وفي ناقد بيشوف اللوحة بتاعتها وبيقول لها انه مش فاهم معناها، وبتحاول تشرح له. وفي اللحظة دي بتشوف ريد وليروي وصلوا للمكان، فبتروح عشان تسلم عليهم، وبتسمع الناس وهما بيتريقوا عليها وعلى الفن بتاعها. وبيكون الضابط إرنستو موجود في المكان لأنه مهتم بالأعمال الفنية، وكمان بيحب يجمع التحف واللوحات. وبيجي ديريك ياخد كلوي عشان تتعرف على المشتري الصيني، وبيقول لها إنها لو باعت أي لوحة هيبقى بسببه. وساعتها بيتكلم ريد مع صديقه ليروي وبيعرفوا إنه فخور بمراته كلوي جدا، وبتيجي تقف معاهم وبتكون متضايقة لأن الناس مش بيشكروا في لوحاتها. وبيحاول ريد يهون عليها وبيعرفها إنها أفضل فنانة في الكون. وبتروح كلوي عشان تتكلم مع ناقدة وبتكون متوترة جدا. وبعدها ريد بيسمع ناس بتتريق عليها فبيتعصب وبيروح علشان يتخانق معاهم، لكن ليروي بيقول له يهدى وبيعرفه انه ما ينفعش يعمل مشاكل والا هيرجع للسجن تاني. فبيفهمه انه ما قدرش يسكت وهو سامع حد بيتريق على مراته. وفي الوقت ده بتكون بياتريس في البيت ولوليتا قاعدة معاها وبتهتم بيها وبيلعبوا مع بعض. وبعد ما بيخلصوا لعب بتقوم بياتريس عشان تروح لأوضتها، وفي اللحظة دي بيرن جرس الباب وبتروح لوليتا تفتح الباب، وبتلاقي شخص غريب قدامها واللي بيكون لوك، وبتقول له ان اصحاب البيت مش موجودين. وبيدخل لوك للبيت وبيقول لها انه هيستناهم لحد ما يرجعوا. وبتحاول لوليتا تمنعه من الدخول لكن مش بيهتم بكلامها، وبيفضل يتحرك في البيت وبيفهمها انه صديق للعيلة، لكن بتطلب منه يخرج من البيت وبتحس انه شخص خطر وبتهدده انها هتتصل بالشرطة، لكن لوك بيرفض يمشي وبيبدأ يتحداها ويستفزها. وفي الوقت ده بتسمع بياتريس صوت في البيت وبتخرج من اوضتها عشان تشوف اللي بيحصل. وبيشوف لوك صورة بياتريس وبيسأل لوليتا هي عندها طفلة، فبتقول له لا، وبيكتشف ان بياتريس تبقى بنت ريد. وفي اللحظة دي لوليتا مسكت سكينة وهجمت عليه، لكن هو قدر يقتلها في ثواني. وبتكون بياتريس واقفة وبتشوف اللي حصل وبتخاف جدا وبتستخبى بسرعة. وبيروح لوك يدور عليها في البيت، وساعتها بتقرب من لوليتا وبتطمن عليها فبتقول لها تهرب بسرعة. وبيشوفها لوك وهي بتجري في الشارع وبيضرب عليها نار، لكن مفيش حاجة بتيجي فيها. وبيتعصب جدا لأن في حد قدر يهرب منه، وخصوصا إنها طفلة صغيرة. وقبل ما يمشي من البيت بيشوف الورقة اللي فيها عنوان المعرض بتاع كلوي. وفي نفس الوقت ده ليروي وريد بيكتشفوا ان الضابط إرنستو موجود معاهم في المعرض، وبيكون ريد قلقان من وجوده وبيعرف من كلوي انه موجود هنا لانه مهتم بالفن،
وبيلاحظ انها متضايقه ومتوتره، وبيعرف منها انهم هيبقوا مديونين بفلوس لديريك لان مفيش اي لوحه هتتباع ومش هتعرف ترجع له القرض. وبيفهم ان ديريك حاول يلمسها وبيتعصب جدا وبيقرر ينتقم منه، لكن كلوي بتفكره ان لو عمل اي حاجه هيرجع للسجن تاني ويبعد عنهم، وساعتها هي هتضطر تتطلق منه. فبيهدى وبيفكر بعقل وبيحاول يسيطر على نفسه، وبيقول لها انه مش عايز اللوحات تتباع وعايز يعلقها كلها في البيت، وبيفكرها انه وعدها انه هيتصرف في موضوع الفلوس. وبتقول له ليتا ساعتها لسه عايشه لكن اصابتها خطيره، وبتحاول تزحف على الارض لحد ما بتوصل للتليفون. وفي الوقت ده بتكون كلوي بتستعد علشان تمشي من المعرض، وبيجي ديريك وبيقول لها ان العرض بتاعها فشل وانه هياخد منها فلوسه، وساعتها هي وعيلتها هيترموا في الشارع. وبيحاول يقرب منها تاني لكن بتمنعه وبتقول له يبعد عنها. وفي اللحظه دي لوليتا بتتصل بيها علشان تحذرها، لكن ديريك بياخد منها التليفون وبيكسره، فبتضربه وبتسيبه وبتمشي. وبتكون بياتريس قدرت توصل للمعرض، وكمان لوك بيوصل بعدها. واول ما بياتريس بتشوف امها بتجري عليها وبتحكي لها اللي حصل، وبيطلع لوك السلاح وبيصوبه ناحيه كلوي وبياتريس. وريد بيشوفه فبيزعق بصوت عالي وبيحذرهم، وساعتها لوك بيضرب نار ناحيه ريد، لكن ليروي هو اللي بيتصاب برصاصه في صدره. وكلوي بتاخد بياتريس وبتستخبى في اوضه، والظابط ارنستو بيطلع المسدس وبيحاول يواجه لوك ويقبض عليه. وريد بيحاول يساعد صديقه لكن بتكون إصابته خطيرة جدا، وبيضرب لوك نار بشكل عشوائي على كل الموجودين في المكان، وبيقتل عدد كبير منهم، وبينتشر الدم بتاعهم على لوحات كلوي. وقبل ما ليروي يموت بيدي مفتاح الخزنة لريد وبيقول له يروح ينقذ عيلته. وبيتضايق ريد على موت صديقه وبيودعه وهو حزين، وبيجري بعدها وسط ضرب النار، وبيقدر يوصل لمراته وبنته. وديريك بيقول لهم يخرجوا من المكان، وبيروح ريد يضربه وبينتقم منه لانه كان بيضايق مراته. وبعدها بيكسر الباب بطفايه الحريق، وبيخرجوا بسرعه من المعرض وبيركبوا العربيه بتاعتهم. وساعتها كلوي بتقول لريد ياخد المسدس اللي موجود في العربيه، وبتفهمه ان ليروي جابه ليها عشان تحمي نفسها. وبياخد ريد المسدس وبيصوبه ناحيه لوك وبيضرب عليه نار لكن مش بيتصاب. وبتسوق كلوي العربيه وبتخبط لوك، لكن فجاه بيلاقوه فوق العربيه والسلاح بتاعه بيقع، وبيخنق ريد من رقبته، فبيمسك السلاح وبيضرب نار على سقف العربيه، وساعتها لوك بيختفي. ولما كلوي بتسأله مين ده وليه بيحاول يقتلهم، بيعرفها انه عضو في المافيا واخوه كان شريكه في عملية سرقة البنك والشرطة قتلته، وعلشان كده هو عاوز ينتقم منه. ومش بس كده، ده كمان بيدور على الفلوس اللي سرقوها من البنك وعاوز ياخدها كلها لوحده. وبتتعصب كلوي لانه كذب عليها وكان مفهمها انه تخلص منها، وبيحاول ريد يقنعها ان الفلوس دي هتأمن مستقبلهم وانها فرصتهم الوحيدة. وبيروحوا المحل عشان يجيبوا الفلوس، وبينزل ريد من العربية وبيدخل الغرفة السرية وبيفتح الخزنة بالمفتاح اللي خده من ليروي، وبيحط كل الفلوس في شنطة. وفي الوقت ده كلوي وبياتريس بيكونوا قاعدين في العربية، وفجأة لوك بيظهر قدامهم. وبتجري بياتريس وبتروح لابوها، وبيدخل لوك وهو معاه كلوي وبيهدد ريد انه هيقتله ويقتل عيلته كلها. وساعتها ريد حاول يطمن بياتريس لانها خايفه، واتكلم معاه لوك وفهمه انه قتل اخوه وعلشان كده هو هيقتله مع عيلته. لكن ريد فهمه ان الشرطه هي اللي عملت كده مش هو، وحاول يقنعه انه يسيبه لان عنده عيله ومعاه طفله صغيره. لكن لوك رفض وفهمه انه استنى سنتين عشان يخرج من السجن ويقدر يقتله بنفسه، وبيوجه المسدس ناحيته. وساعتها ريد عرض عليه ياخد الفلوس كلها كمان يقتله مقابل انه يبعد عن عيلته ويسيبهم عايشين. لكن لوك رفض وكان مصمم انه ينتقم لاخوه ويقتلهم كلهم. وبيضرب رصاصه على ريد، وبتدخل بياتريس جوه الخزنه وتستخبى. وريد بيقفل الخزنه على بياتريس وبيقول لكلوي تهرب بسرعه، واتكلم معاه لوك وعرفه ان بنته هتموت في الخزنه بسبب قله الاكسجين، وبيتفرج عليه وهو بيموت. وبيروح بعدها للنفق وبيفضل يدور على كلوي في كل مكان علشان يقتلها. وبتحاول كلوي تلاقي اي مخرج علشان تهرب منه لكن مش بتلاقي، وبتستخبى في مكان علشان لوك ما يقدرش يلاقيها. وبتلاقي عصايه حديد وبتمسكها، واول ما بيقرب منها بتضربه بيها وبتجري بسرعه، وبتنادي على ريد علشان يساعدها. وبيقوم لوك وهو مصاب والحديده في ظهره وبيروح وراها، وبيكون ريد لسه عايش لان الرصاصه جت في مفتاح الخزنه اللي كان في جيبه. وبيحاول يفتح الخزنه عشان ينقذ بنته، لكن المفتاح بيكون اتكسر بسبب الرصاصه. وبيتكلم معاها وبيحاول يطمنها وبيوعدها انه هيخرجها. وفي الوقت ده كلوي بتحاول تهرب من لوك لكن بتتفاجئ بيه قدامها وبيضربها، وقبل ما يقتلها بيجي ريد في الوقت المناسب وبيضربه وبيقول لها تهرب بسرعه. وبتقوم معركه شرسه بينهم، وحاول لوك يقتله لكنه بيقدر ريد يدافع عن نفسه رغم ان لوك اقوى منه. وفي اللحظه دي بيوصل الضابط ارنستو وبيضرب نار على لوك، وبيطلع لوك قنبلتين من جيبه وبيدوس عليهم وبيفجر المكان وبيموت في ساعتها، والفلوس كلها بتتحرق.
لكن ريد وكلوي وإرنستو بيقدروا يهربوا من الانفجار وبيروحوا بسرعة علشان ينقذوا بياتريس من الخزنة، لكن الضابط إرنستو بيقول لهم يرفعوا ايديهم والا هيقتلهم، وريد بيترجاه انه يسيبه يفتح الخزنة وينقذ بنته قبل ما تموت وبعدها يقبض عليه، وبيوافق إرنستو وبيحاول ريد انه يستخدم كل قوته وتركيزه عشان يفتح الخزنة، وبيقدر يستعيد موهبته وبينجح انه يفتحها، وبيفرحوا كلهم لما بيشوفوا بنتهم لسه عايشة. ولما إرنستو بيشوفهم مبسوطين مع بعض بيقرر انه ما يقبضش على ريد ويبعده تاني عن أسرته، وعرفوا انه فخور بيه لانه قضى على قاتل مجنون. وبينتهي اليوم بعد كل الفوضى اللي حصلت وبيرجعوا بيتهم. وبعد أسبوع بياتريس بتقدم الشكر لرماد لوليتا اللي ضحت بنفسها علشانها، وكلوي وريد بيفكروا هيعملوا ايه في الديون اللي عليهم، وبيفكروا انهم يرجعوا باريس. وفي اللحظة دي بيخبط الباب وبيلاقوا ديريك قدامهم وبيقول لهم ان كل اللوحات بتاعت كلوي اتباعت بمبلغ كبير، والناس كانوا منبهرين بيها بعد ما دم النقاد انتشر عليها، وفي النهاية بتتغير حياتهم بعد ما بقى معاهم فلوس وهيقدروا يعيشوا حياة أفضل، وبيرقصوا كلهم هم فرحانين بحياتهم الجديدة بعد الوقت الصعب اللي مروا بيه مع بعض. وبكده يكون فيلمنا خلص. لو عجبك فيلمنا النهارده ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات. اشوفكم الحلقة الجاية. سلام.